نيجي بقى يا شباب لاخطر اضافه معانا، يو سي مجانا. تقدر تحصل على يو سي مجانا، عملات جي. هلا والله يا ابطال، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ما تحرمش من دعمكم ابدا يا شباب. لايك بقى يا غالي، مش هتخسر حاجه يعني. لايك كده جميل كده منك يا غالي، وشير. ولو اول مره تشوفنا المتابعه، واللايك اهم حاجه يا شباب. اهم حاجه سيب لاف كده او لايك قبل ما نتكلم في اي حاجه. معانا في الفيديو ده يا شباب تسريبات تحديث 2.9. ظهر معانا المدينه بتاعت التلج اللي موجوده في ايرنجل، وموجوده في فيكندي 2. وظهر معانا بدله اكس جديده، الله اعلم لسه هنتكلم فيها، مش عارفين لسه هي البدله دي اللي هتنزل ولا لا. وظهر معانا شويه حاجات كده يا شباب. طبعا موعد التحديث يا ابطال 2.9. من غير ما اعرف من اللعبه اصلا، من غير ما اللعبه تقول، خش على الانجازات. الانجاز بتاع المود نهايته كمان 20 يوم، يتم ازالته بعد 20 يوم. يعني خلال 20 يوم يا شباب، بعد 20 يوم التحديث القادم هيجي ان شاء الله. بيقعد مثلا يومين من غير تحديث، من غير مود، او يوم والتحديث بينزل. يعني قدامك 21 يوم تقريبا يا صديقي. فبعد 21 يوم المود الجديد ده هينزل. المود الجديد بينزل قبل السيزون تقريبا باربع ايام. ومعانا طبعا السيزون هيبتدي يوم 13 11. تمام يا غالي، بينزل قبلها باربع ايام. يعني التحديث ممكن ينزل يوم 7، يوم 7 في الشهر ان شاء الله. والنهارده 18، يعني بقى 20 يوم تقريبا يا شباب. صلوا على النبي يا شباب عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه معانا بقى دي المدينه، المدينه الخاصه بالمود الجديد. وطبعا دي شجره الكريسماس اللي في النص، وبمناسبه راس السنه. طبعا عندك الكفر ده بتدمجه كده، الصخر ده بتدمجه وبيجيب لك لوت اسطوري زي ما انت شايف كده يا صديقي. وطبعا دي الزلاجه الجديده هنستعرضها مع بعض دلوقتي. طبعا مش انا اللي مسرب التسريبات دي يا شباب. التسريبات دي مسرب، انا جايبها من مسرب هندي، لسه ما نزلش اصلا عندنا في نسخه البيتا. يعني لسه التحديثات ما نزلتش في نسخه البيتا. هنستعرضها مع بعض بكره، وبعد بكره ان شاء الله بالتفصيل بقى يا شباب من الاكونت بتاعنا. طبعا شجره الكريسماس بتفجرها وبتنزل لك لوت. تضرب الحاجات اللي فيها دي، الصناديق اللي فيها ديت، صناديق الهدايا ديت، بتنزل لك لوت. دي عملتها اهيت وندمن شويه. عندك بقى يا صديقي دي الزلاجه الجديده. شفت بقى الزلاجه يا صديقي؟ اول ما ركبناها في سلاح ظهر معاه كده، بندقيه كده شكلها تلجي كده. خد بالك البندقيه دي لسه مش فاهمين، مش فاهم لسه دي هتبقى معاك في اللوت هتلوتها، ولا اول ما بيركب الزلاجه بياخدها، ولا بتاخدها في المنطقه بس بتاعت المدينه، مدينه التلج. مش عارف دي بندقيه، وهيظهر معاه اربجيل دلوقتي مع الشخص اللي قدامي ده. شفت الاربجيل اللي ظهر في ايده ده؟ ده في المود الكلاسيك يا شباب، في ايرنجل في الكلاسيك. لسه مش مفهوم. شوف هو بيضرب بقى بالبندقيه ديت اللي شايل على كتفه ديت، بيعمل نظام كره تلج كده. بص بقى يا صديقي كور التلج دي كلها، ولو جت في واحده هيقوم مقلوب يبقى بتاع البطريق. شوف يا صاحبي بقى اتقلب بطريق ازاي. ده بقى اسمه بطريق ولا اسمه ايه؟ انا مش عارف اسمه، بس انا اعتبره بطريق. خد بالك برضه التاني هيتقلب بطريق دلوقتي. ده المفروض ان هو صاحب اللي اتقلب بطريق ده. مش عارف اشرح لكم المود بالتفصيل يا شباب زي كل مره، لان لسه برضه انا ما لعبتش انا المود بنفسي. فاستحملوني يا ابطال معلش. طبعا بيتدمج عادي، تضرب فيه يتدمج عادي. هو بقى هل هيفك نفسه، ولا فتره معينه وبيتفك لوحده؟ يعني هل العدو يقدر يفك نفسه ويخرج من الوضع اللي هو فيه ده زي مود الهالوين كده، ولا في وقت معين يا صديقي والتلج ده بيسيح وبيتفك من الوضع اللي هو فيه ده، وضع البطريق ده؟ يعني هو المفروض ان هو بيضرب في صاحبه كده ما بيتفكش اهو، التلج ما سحش. طبعا يا اصدقائي هنقلبها بقى درعمه، وكله هيقلب بعضه كده، كله هيقلب بعضه بطريق، السكواد كله هيبقى بطريق. واكيد البطاريق دي تستخبى، يعني هيبقى في نظام بطاريق حوالين المدينه. حوالين المدينه بتاعت التلج ديت هيبقى حواليها بطاريق كتير. فانت تقدر تقلب نفسك بطريق وتستخبى فيها، زي الهالوين بالظبط كده بتقلق يا شباب. طبعا لو ضربناه هيتدمج لو ضربته عادي، تضرب العدو عادي وبيتنوك وبيتفنش. طبعا ده شكل التمثال الجديد يا ابطال، ما تكسب الجيم. وقلب التمثال العادي بتاعنا الطبيعي. طبعا ده في ارنجل يا شباب، ده المكان اللي بيبقى كله تلج. تبقى المنطقه كلها تلج، وكنا بنركب الزلاجات فيها لو تفتكروا. ما كانش فيه لسه زلاجات، بس مجرد ما تروح هناك كده يقوم قايل لك تزلق. معانا بقى الفيكندي 2 يا شباب، الخريطه الجديده فيكندي 2. طبعا فيها المدينه برضو، هي اصلا كده كده تلج، فالاحتفاليه هتبقى فيها جامده، المود هيبقى فيها جامد. طبعا ده شكل المدينه التانيه، كلها تلج زي الام 4. ومعانا ده حمام. ايه اللي دخلنا الحمام يا جدعان؟ اطلع يا عم. في جلitch لسه في اللعب. شوفوا بقى نظام القضيب ده يا شباب، قضيب كده لافف في المدينه. بتركبه انت والسكواد بتاعك، او انت واي حد، وبتتزحلق عليه كده زي ما انت شايف كده. وفي سرعه باور، وفي تحميل للسرعه، وبتطير من عليه. مش عارف بقى المره دي تبقى معانا مهاره الطيران ديت ولا بس وانت راكب القضيب ده. شكل التحديث ده فيه شغل جامد قوي، بس انا مش عارف اشرحه لكم بالتفصيل يا شباب معلش. لان زي ما قلت لكم انا جايبه من مسرب هندي، فمش فاهم التفاصيل كلها لسه. فاعذروني يا ابطال.
بس بتاع التزحلق ده يبقى جامد، وهتخلع من الناس خلعان ايه، خلعان السنين. نيجي بقى يا شباب للغزاله الراقصه. خلاص انا اطلقت عليها الغزاله الراقصه لان شكل الاسد الراقص بالظبط. هي عباره عن غزاله خشب يا شباب، زي ما انتم شايفين كده، موجوده في ارنجل. طبعا هتبقى موجوده في الخرائط كلها، بس لحد دلوقتي موجوده في ارنجل بس. احنا استعرضناها مع بعض يا شباب، احنا استعرضناها في الفيديو اللي فات الخاص بتحديث 2.9. الجامب بتاعها عالي زي ما انت شايف كده، وسرعتها عاليه. هي خشب يا شباب زي ما قلت لكم، خشب، خشب غزاله خشب، بس هتبقى جامده. طبعا هينزل لها سكن في الرول بس 100%، نفس التيروس كده اللي هو الديناصور. ومعانا المقطوره ديت اللي عامله زي الحنطور ديت، وفيها هدايا يا شباب هنوزعها وهنفخم العمل كده. دي بتمشي لوحدها يا شباب زي ما انتم شايفين كده، وماسك دريكسيون. يعني يا سلام اكن في دريكسيون، واصلا مفيش دريكسيون. المفاجاه بقى يا شباب، مش المفاجاه ان هي بتركب على الحصان. طبعا اللي سمع التسريبات اللي فاتت بتاعتنا عارف ان هي بتركب على الحصان، على الغزاله الراقصه. بص كده يا صديقي بقى، من شبكه على الغزاله الراقصه، بتطير بها في السماء. ايه الفخامه دي؟ وطبعا بتاخد اربع كراسي، اربع مقاعد، مقعدين في الغزاله، على الغزاله زي ما انت شايف كده، تقدر تغير مقعد، ومقعدين في العربيه اللي ورا. نيجي بقى يا شباب لاخطر اضافه معانا، يوسي مجانا. تقدر تحصل على يوسي مجانا، عملات جي، نقاط ار بي بوينتس، سيلفر. تقدر تحصل على اللي انت عاوزه يا ابطال من اللي قدامك دي كلها. الجوائز اللي قدامك دي كلها تقدر تختار الاختيار اللي انت عاوزه. يعني مثلا هتقول يو سي هتحصل على اليو سي، هتقول سيلفر هتحصل على السيلفر. ويا رب يطلع الموضوع ده 100% يا شباب. بص يا صديقي، بيقول لك هنا اختار الجوائز اللي انت عاوزها من الجوائز اللي قدامك ديت عشان تستلمها مجرد ما تشاهد فيديوهات. الفيديوهات دي عباره عن اعلانات يا شباب في اللعبه، اعلانات لشركات في اللعبه. تحصل على يو سي، تحصل على سيلفر. ازاي بقى يا ابطال الاعلانات ده تظهر فين؟ طبعا اللعب من سنتين ثلاثه كده. نخش بس على مزايا الشحن، هدايا الشراء. مجرد ما تشتري ب 60 يو سي بتاخد بطاقه خصم ب 60 يو سي، تفتح بقى السيزون. وبتاخد طبعا بدله يا صديقي مجرد ما تشحن ب 120 يو سي، وبتشتري السلاح ده ب 180 يو سي. واتش فيديوز بقى يا شباب ظهرت فوق ايه، مشاهده فيديوهات، تشاهد اعلانات. طبعا من سنتين ثلاثه كده يا شباب كان بينزل في الحدث ده، المهمات اليوميه ديت، كان بينزل حاجه اسمها واتش فيديوز. تشاهد فيديو، كل ما تشاهد فيديو بتاخد نقاط خبره من اللي فوق ديت، من النجوم ديت، عشان تعدي البارده وتخلص المهام اليوميه. فاكرينها يا شباب؟ هتبقى نفس الموضوع كده، بس هتاخد عليها يو سي بقى. طبعا يا ابطال لو الاضافه دي نزلت تبقى حاجه عظمه من بابجي. يعني الاضافه دي لازم ينزلوها، تبقى حاجه عظمه من بابجي. هي طبعا مش هتديك يوسيات كتير، بس كل اعلان هتشاهده ليك 3 اعلانات مثلا في اليوم، او 4 اعلانات لو زي التحديث اللي فات من سنتين ثلاثه كده. كل ما بتشاهد فيديو بتاخد 1 يو سي، 2 يو سي، وهكذا يا صديقي. ندخل بقى على بدله اكس يا ابطال. معانا بدله اكس القادمه. طبعا كنا مستعرضين في التسريبات، واكتر من مسرب استعرض ان هينزل 3 بدل اكس القدام، منهم الفرعون، ولسه بدلتين تانيين مش معلومين لسه من البدل القديمه. ظهر معانا البدله دي يا صديقي. مش عارف بقى بابجي بتهزر معانا ولا بتعمل ايه، بتسرب تسريبات وترجع تغيرها، لسه مش متاكدين برضه. المفروض البدله اللي هتبقى معانا المسك ديت 7 تطويرات 7 نجوم، اسمها فيوري اللي هي ناريه يعني، اكس سوت، فيوري اكس سوت. هل بقى البدله دي تنزل معانا او بدله الفرعون وبدلتين معاهم؟ لسه مش متاكدين يا ابطال. وبكده يا ابطال نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا ريت تكون وصلت لك يا صاحبي، وشير بعد اذنك، ولو اول مره تشوفنا المتابعه، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله يا ابطال.